السلام عليكم حبايب قلبي في كل مكان في الجمهورية، يا رب تكونوا بخير. حكينا يا أبطال في الفيديو اللي فات عن البيئة وعرفنا إيه هي مكونات البيئة، وحكينا كمان عن مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، وعرفنا إن الإنسان مر ب4 مراحل بعلاقته وتفاعلاته مع البيئة. بعد كده عرفنا النظريات المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة، وعرفنا 3 نظريات. النظرية الأولى النظرية الحتمية البيئية، واللي بتقول إيه؟ من الطالب الشاطر اللي كان مركز معايا وفاكر؟ مين هيجاوبني؟ أنا يا جيو. طيب النظرية الحتمية بتقول إيه؟ بتقول إن الإنسان يخضع للبيئة فهي تسيطر عليه. برافو. النظرية التانية النظرية الإمكانية أو الاحتمالية، واللي بتقول إن الإنسان هو اللي بيؤثر في البيئة بشكل كبير. والنظرية التالتة والأخيرة النظرية التوافقية، والنظرية دي بقى اللي كتر خيرها قوي جت وصلحت بين النظريتين الاتنين وقالت إيه بقى؟ إن الإنسان والبيئة كلاهما بينهم تأثير متبادل. فلو حضرتك وحضرتك سمعتوا فيديو الجزء الأول من الدرس يبقى أهلا بيكم في الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الثانية، ولو ما سمعتوش على طول روح اسمعه وتعالى كمل معانا الفيديو ده علشان تفهم الدرس كله. ونبدأ مع بعض بالنظام البيئي. إيه بقى النظام البيئي ده يا جيو؟ تعالى أقول لك يعني إيه نظام بيئي في الرسمة دي. بص كده، هتلاقي عندي أمطار أهي. الأمطار دي بقى بتسقط مياه على التربة فتنمو النباتات، صح كده ولا إيه؟ يجي بقى الإنسان أو الحيوانات أكلة العشب دي وتتغذى على النباتات دي، وبعدين يجي برضو الإنسان أو الحيوانات أكلة اللحوم دي وتتغذى على الحيوانات أكلة العشب دي. بعد كده الإنسان والحيوان بيموتوا ويتحللوا ويتحولوا لإيه؟ لتراب يرجع تاني للتربة، والتربة لسه قايلين إيه؟ بيسقط عليها الأمطار، بالتالي فبتنمو النباتات، واللي بيتغذى عليها مين؟ الحيوانات أكلة العشب. وهكذا بقى تفضل الدورة والسلسلة المقفولة دي يا حبايبي شغالة في البيئة. وهو ده ببساطة يا حبايبي المنظومة أو النظام البيئي، واللي ممكن نقول تعريفه بكل سهولة وبساطة. اصحى للكلام بقى وافهم معايا تعريف النظام البيئي. النظام البيئي هو منطقة متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية. كائنات حية زي الإنسان طبعا والحيوانات، وكائنات غير حية زي الشمس والمية والتربة. والكائنات دي كلها سواء الحية أو غير الحية بتكون موجودة في مكان معين وتتفاعل مع بعضها البعض، زي ما شفنا دلوقتي طبعا في الرسمة ان كل مكونات البيئة مرتبطة في بعضها وبتتفاعل مع بعض. والتفاعل ده طبعا ما بيكونش عشوائي كده، لا، ده بيكون وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية لتستمر في اداء دورها لاستمرار الحياة. حلو قوي. طيب لو رجعنا للرسمة دي تاني كده، واللي هي بتمثل لنا ايه بقى؟ النظام البيئي. برافو. فهنلاقي هركز معايا كده ان النظام البيئي ده فيه حاجات بتدخل له وبنسميها مدخلات، وحاجات تانية بتخرج منه وبنسميها ايه؟ مخرجات. زي مثلا الشمس او المطر، دي حاجات دخلت البيئة وبنسميها مدخلات، دخلت على التربة واثرت لي فيها. بالتالي على سبيل المثال الشمس والمطر لما سقطوا على التربة ايه اللي حصل؟ التربة انبتت لي نبات. طيب ما خد بالك كده ان النبات ده نفسه حاجة طالعه لي من الارض، يعني برضو حاجة داخله البيئة، يعني برضو يعتبر من مدخلات البيئة، صح كده ولا ايه؟ طيب حلو قوي. خد بالك بقى الانسان والحيوان جم واتغذوا على النبات ده وكبروا وتكاثروا وخلفهم وجابوا عيال حلوين زيكم كده. طيب ما الخلفة دي سواء من الإنسان أو من الحيوان تعتبر مدخلات أو حاجات جديدة دخلت البيئة. طيب ركز بقى، الإنسان والحيوان جم ماتوا، يبقى ركز بقى كده، الإنسان والحيوان خرجوا من البيئة بالموت. إذا يا حبايبي فأنا عندي مدخلات ومخرجات للنظام البيئي. مدخلات زي إيه بقى؟ يلا خد بالك معايا كده. رقم 1 حرارة الشمس، واللي بتدخل البيئة في صورة أشعة فتمد الإنسان بالطاقة وتساعد النبات على عملية البناء الضوئي. ركز معايا. ثم بتنعكس مرة أخرى وتخرج من النظام البيئي في صورة إيه بقى؟ حاجة اسمها الإشعاع الأرضي. برافو. رقم 2 المياه. فركز بقى معايا كده. هتلاقي ان المية علشان تدخل البيئة بتكون معتمدة على العنصر اللي قبلها واللي هو حرارة الشمس. فزي ما احنا عارفين طبعا يا اولاد ان اشعة الشمس بتبخر مية المسطحات المائية وبيتكون عندي ايه بقى في السماء؟ السحب. برافو. واللي بيسقط منها المياه على شكل امطار، والامطار دي بقى لما بتسقط كده تعتبر المياه دخلت البيئة في شكل امطار. حلو قوي.
طيب المية تخرج من البيئة ازاي؟ سمي الله، صلى على رسول الله، وافهم معايا الحتة دي. قال لك ان المية بتخرج من البيئة من خلال التبخر او من خلال عملية النتح، والنتح ده طبعا اللي هو عرق النباتات، الندى اللي بيبقى على النباتات ده واللي بيتبخر، بالتالي بفقد مية، بكده حصل خروج للمياه من خلال عملية النتح. طيب رقم 3، تخرج المياه من خلال جريان سطحي مثل الانهار. يعني مثلا يا اولاد ميه المطر تنزل في نهر معين، فالنهر ده بقى ينقل الميه من مكان لمكان او من بيئه لبيئه تانية، فبكده الميه خرجت من بيئه وراحت بيئه تانية من خلال ايه بقى؟ جريان سطحي مثل الانهار. طيب رقم 3، التربه. ازاي بقى التربه بتدخل البيئه؟ سمي الله، صلى على رسول الله، وركز معايا. هتلاقي ان التربه برضو علشان تدخل البيئه اعتمدت على العنصرين اللي قبلها، واللي هما الميه واشعه الشمس. فركز معايا كده، الميه والشمس لما بينزلوا على سطح الارض ايه اللي بيحصل؟ بتتفكك الصخور وتتحول الارض لايه بقى؟ لتربه مفتته اقدر ازرع فيها. طيب فكر معايا كده، لو التربه دي حصل لها تعريه او تصحر او تجريف، والتجريف طبعا زي ما احنا عارفين هو ازاله الطبقه السطحيه من التربه، واللي هي اصلا بتبقى التربه المفتته النظيفه اللي اقدر ازرع فيها. ايه اللي يحصل بقى للتربه لو حصل لها تعريه او تصحر او تجريف؟ التربه بتكون غير صالحه للزراعه، بالتالي بتخرج من البيئه. حلو قوي. رقم 4 بقى من المدخلات البيئيه النباتات. طيب ازاي النباتات بتدخل البيئه؟ سمي الله وركز معايا. النبات عشان يدخل البيئه بيعتمد على الثلاث عناصر اللي فاتوا دول، واللي هما الحرارة والمية والتربة، واللي بناء عليهم بيتم عملية الزراعة وكمان عمليات تلقيح النباتات. ازاي؟ من خلال انتقال البذور بواسطة الرياح والأنهار. طيب ازاي بقى النبات ده يخرج من البيئة؟ ركز معايا كده. يخرج النبات من البيئة عن طريق الحصاد، نحصد بقى الزرع اللي احنا زرعناه، فبكده النبات يكون خرج من البيئة، او من خلال ازالة الغابات والحشائش. طيب حلو قوي. رقم 5 معانا بقى من المدخلات الحيوانات. والحيوانات طبعا كائن حي بيتغذى على المية والنباتات، واللي هم كانوا بالنسبة لنا من شوية ايه؟ مدخلات برضو. فبتتكاثر الحيوانات وبتنتقل من بيئة لبيئة، وبكده في الحيوانات دخلت البيئة. طيب ازاي الحيوانات تخرج من البيئة؟ بكل هدوء خالص، عن طريق الصيد او الموت او الهجرة. خلصت. اخر المدخلات البيئية معانا بقى يا اولاد الانسان، والكائن البرنسي ده بقى يتأثر بكل عناصر البيئة ويؤثر فيها سواء بالإيجاب أو بالسلب. إيجابا طبعا زي مثلا إن الإنسان هو اللي بيزرع التربة وبيربي أنواع من الحيوانات وغيره، طبعا من الإيجابيات الكتير للإنسان في البيئة. طيب إزاي يأثر الإنسان في البيئة بالسلب؟ من خلال مثلا إنه يقتل حيوان فيخرجه من البيئة، أو يبني مثلا على أرض زراعية فالأرض تتصحر وتبوظ، أو يلوث البيئة من المصانع بقى والدخان واللي احنا عارفينه. فكل دي تأثيرات سلبية للإنسان على البيئة بتخل بالتوازن البيئي، وهنعرف يعني ايه دلوقتي توازن بيئي وهنفرم كل تفاصيله، بس ركز وطول بالك معايا. طيب الإنسان بقى يخرج من البيئة ازاي؟ من خلال الموت والتحلل، ودول يا حبايبي كانوا مدخلات ومخرجات البيئة. طيب يجي في الامتحان بقى يسألني هنا ازاي؟ سم الله، صلى على رسول الله، وركز معايا. أي العبارات الآتية تعد من مدخلات النظام البيئي؟ هل التوسع الرأسي في الزراعة، ولا إزالة الغطاء النباتي، ولا الأشعة الكهرومغناطيسية، ولا صيد الحيوانات البرية؟ طيب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة، يلا بينا. أول حاجة التوسع الرأسي في الزراعة. هل الزراعة تعتبر مدخلات بيئية؟ تعتبر مدخلات بيئية. مش من خلال الزراعة النبات بينمو ويدخل البيئة، تبقى الزراعة بكده مدخلات بيئية. طيب تاني حاجة إزالة الغطاء النباتي، تعتبر مدخلات بيئية؟ لا، دي إزالة الغطاء النباتي تعتبر من المخرجات البيئية، بزيل غطاء نباتي بخرجه من البيئة. طيب رقم 3 الأشعة الكهرومغناطيسية. هل الأشعة الكهرومغناطيسية من مدخلات البيئة؟ الأشعة الكهرومغناطيسية اللي هي أشعة الشمس، وأشعة الشمس من المدخلات البيئية. وخد بالك بقى لما يجيب لك في سؤال الأشعة الكهرومغناطيسية هي أشعة الشمس، فركز وما تتلخبطش بينهم. طيب صيد الحيوانات البرية؟ لا غلط، ده صيد الحيوانات ده يعتبر خروج للحيوانات من البيئة. يبقى الإجابة إيه بقى؟ فكر كده وجاوب. يبقى الإجابة الأشعة الكهرومغناطيسية والتوسع الرأسي في البيئة يا جيو، لأن هما الاتنين مدخلات بيئية. برافو جدا جدا، ممتاز.
تعالوا بقى يا اولاد نشوف يعني ايه التوازن البيئي وازاي الانسان اخل واثر في التوازن البيئي ده. ولكن تعالى كده الاول اديك فكره او لمحه عن التوازن البيئي علشان تبقى فاهم الكلام اللي جاي بكل سهوله. ركز بقى معايا كده وافهم الكلام اللي انا هقوله لك ده. لو رجعنا مثلا تاني كده يا شباب لصوره النظام البيئي دي، ركز معايا كده وتعالى مثلا نشيل الامطار من الصوره. هل من غير امطار اقدر ازرع؟ ابدا، ما اقدرش ازرع. طيب هيبقى عندي نباتات؟ اطلاقا مش هيبقى عندي نباتات. يبقى نحب على راس المطر ونرجعه تاني للصوره ونقول له ما نقدرش نستغنى عنك يا مطر، بالتالي هقدر ازرع وهيبقى عندي نباتات. صح كده ولا ايه؟ طيب احنا كده عرفنا اهميه المطر. طيب ركز بقى معايا كده. الانسان مثلا جه بنى مصانع، والمصانع دي طلعت دخان، واللي طبعا بيبقى مليان بثاني اكسيد الكربون، واللي بسببه بيحصل الاحتباس الحراري ودرجة حرارة الارض بتزيد جدا وبيحصل عندي جفاف والمطر بيقل. طيب مش يبقى معنى كده ان بسبب تدخل الانسان في النظام البيئي حصل عندي خلل في التوازن البيئي؟ تصدق صح. ما درجة حرارة الارض زادت بسبب الاحتباس الحراري اللي سببه الانسان، واللي بسببه حصل جفاف والامطار كميتها قلت، بالتالي اثرت لي على سلسلة النظام البيئي وبقى عندي حاجة اسمها خلل في التوازن البيئي. اذا فالتوازن البيئي هو بقاء مكونات وعناصر البيئة الطبيعية على حالتها دون اخلال. يعني التوازن البيئي يا اولاد بيقول للانسان ابوس راسك كإنسان ما تعملش خلل في النظام البيئي، لان عناصر البيئة عبارة عن سلسلة مرتبطة في بعضها. لو السلسلة دي فقدت عنصر واحد منها بيحصل خلل للتوازن البيئي كله. طيب ما تفهمنا اكتر يا جيو ازاي الانسان ممكن يعمل خلل للتوازن البيئي؟ بس كده؟ ده انا عينيا. ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي ده جدا جدا. قال لك ايه بقى؟ ان في الاونة الاخيرة حدث اختلال للتوازن البيئي بسبب ايه بقى؟ خد بالك كده. بسبب تدخل الانسان وقيامه بتغيير بعض مكونات البيئة، وتتمثل مظاهر هذا التدخل فيما يلي. عمل ايه بقى الانسان في البيئة؟ تعال نشوف. رقم واحد، الثورة الصناعية. الانسان بقى لما دخل على مرحلته الثالثة لعلاقته بالبيئة، افتكر كده اللي حصل في الفيديو اللي فات. لما الإنسان عمل مصانع وبدأ يستخدم الفحم والبترول، وبدأ الإنسان في ثورته الصناعية وبدأ يظهر الدخان الناتج من احتراق الوقود الحفري. صح ولا إيه؟ قلنا الكلام ده الدرس اللي فات. طيب إيه بقى اللي حصل بسبب التلوث اللي الإنسان عمله ده؟ تعال نشوف. ترتب على ذلك نتائج سلبية كزيادة معدلات التلوث واستنزاف بعض الموارد الطبيعية كالماء والتربة وغيرها. طيب والحل يا جيو؟ الانسان يعني علشان يحافظ على البيئة وتوازنها يقفل المصانع ولا يعمل ايه يعني؟ لا يا ناصح، ما يقفلش المصانع ولا حاجة. الحل بسيط جدا، هو ببساطة يا حبايبي ان احنا ممكن نستخدم مصادر طاقة نظيفة زي مثلا طاقة الرياح او الطاقة الشمسية، ونقلل بقى من استخدام الفحم والبترول اللي بيلوثوا البيئة دول. بالتالي هنقدر نعمل مصانع ونعمل ثورة صناعية عادي جدا، وفي نفس الوقت هنحافظ على البيئة وتوازن البيئة. صح كده ولا يا شباب؟ خلصت بكل بساطة اهي. طيب رقم 2 بقى، قال لك إن عمليات التعدين وقطع الغابات أدت إلى ارتفاع درجات حرارة العالم، بالتالي حدوث تغيرات مناخية لها تداعيات سلبية على كل عناصر النظام البيئي. طيب أجي أسألك هنا إزاي بقى؟ سم الله وركز معايا في السؤال المقالي الحلو ده. وضح العلاقة بين ما توضحه الصورة المقابلة والتوازن البيئي. زي ما احنا شايفين في الصورة كده يا أبطال، دي عمليات إزالة أو قطع للغابات، ودي صورة من صور تدخل الإنسان في النظام البيئي ده. زائد إن إحنا عارفين إن الأشجار دي بتمتص نسبة كبيرة جدا من غازات ثاني أكسيد الكربون، واللي بتخرج منين بقى؟ من مداخل المصانع أو السيارات أو من التعدين أو من الأنشطة المختلفة، واللي لو نسبتها زادت في الجو إيه اللي ممكن يحصل؟ درجة حرارة العالم بتزيد، بالتالي بيبقى عندي احتباس حراري وبيحصل عندي تغيرات مناخية بتأثر على حاجات كتير جدا. طيب يبقى لما نقول ايه العلاقة بين الصورة المقابلة والاختلال البيئي، تجاوب تقول ايه؟ فكر كده وجاوب. هنقول يا جيو ان نتيجة لتدخل الانسان وقطع الاشجار حدث اختلال للتوازن البيئي وارتفاع درجة حرارة العالم، مما ادى لتغيرات مناخية اثرت على البيئة بالسلب. حلو جدا جدا. ثالث نقطة بقى يا حبايبي في تدخل الانسان واخلاله بالنظام البيئي هو الافراط في استخدام المبيدات والاسمدة. ايه بقى المبيدات والاسمدة دي؟ اقول لك يا سيدي، المبيدات دي حاجة كده الفلاحين بيستخدموها، بيرشوها في الارض علشان تقضي على الافات اللي بتضر النباتات. اما الاسمدة الكيماوية بيستخدموها علشان تعزز من نمو النبات.
وطبعا الافراط في استخدام المبيدات والاسمده دي بتاثر بالسلب على التربه وعلى البيئه كمان كلها. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل في التربه حاجه اسمها التملح، الارض بقى تبقى غير قادره على انتاج النباتات تاني. طيب والحل يا جيو ايه البديل يعني عن الاسمده والمبيدات دي؟ ممكن يا حبايبي نستخدم بدل الاسمده الكيماويه دي نستخدم سماد عضوي، سماد ما يلوثش البيئه ولا يلوث التربه وفي نفس الوقت يعزز من نمو النبات. رقم 4 بقى أبطال، الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية. وضيف لي عندك بقى كده جنب الصيد الجائر للطيور والحيوانات ضيف لي كمان الرعي الجائر. والرعي الجائر اللي هو أنا أرعي عدد كبير جدا من الحيوانات في مساحة نباتية صغيرة، بالتالي عدد الحيوانات الكبير ده هيقضي لي على الرقعة النباتية دي في وقت قليل جدا. طيب والحل يا جيو ازاي ممكن احافظ على الرقعه النباتيه دي من الرعي الجائر؟ اسمع بقى يا سيدي ممكن نعمل ايه علشان نحافظ على الرقعة النباتية من الرعي الجائر. ممكن يا حبايبي نعمل توعية للرعاة، نعرفهم خطورة اللي هما بيعملوه ده. ممكن كمان نحط خطط تعزز وتنمي من الموارد والنباتات الموجودة في المراعي دي، بالتالي تكفي عدد كبير من الحيوانات اللي احنا بنرعاها. ممكن كمان يا حبايبي نعمل مراعي صناعية، يعني نزرع مراعي ونخصصها للرعي بس، وده كان بالنسبة للرعي الجائر. حلو قوي. طيب لو جينا ناخد مثال بقى عن الصيد الجائر فهحكي لكم على طول حكاية البومة والصقر. اسمع بقى يا سيدي، كان يا مكان كان في بومة وصقر. البومة والصقر دول كانوا بيصطادوا الفئران وياكلوها، ولكن كان عددهم كبير جدا في أمريكا. فالأمريكان بقى اتنصحوا وشغلوا دماغهم وقاموا قاتلين 125 ألف بومة وصقر، بالتالي ما بقاش عندهم بوم ولا صقور تاكل الفئران الموجودة عندهم، فالفئران انتشرت وكلت المزارع بتاعتهم. طيب نستفاد ايه بقى من الحكاية دي؟ نستفاد يا حبايبي ان سبحان الله ربنا خلق الكون بنظام دقيق جدا، كل حاجة في الدنيا بتقوم بدورها. الشمس مثلا بتشرق كل يوم، هل شفت يوم من الايام الشمس ما طلعتش فيه؟ ابدا، الشمس كل يوم بتشرق. بالتالي فالكون ده ليه نظام وليه سيستم ربنا حطهوله، فاحنا بقى المفروض ما نلعبش في النظام ده علشان لما بنلعب فيه بيحصل كوارث زي ما بنشوف كده. طيب يجي يسألني هنا ازاي بقى؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. تعمل بعض الدول على صيد الأفيال للحصول على أنيابها لتحقيق أغراض اقتصادية، ويدل ذلك على نقط. إيه بقى قصة أنياب الأفيال دي؟ ركز معايا. الفيلة يا ولاد في أنيابها حاجة اسمها العاج، مادة كده قوية جدا بتستخدم لأغراض كتير جدا. المهم جيت بقى بعض الدول كده وفضلت تقتل في الأفيال دي وتاخد أنيابها علشان تعمل المادة دي وتستخدمها في عمل منتجات صناعية كتير تكسب منها فلوس، لحد ما الدول دي وصلت لمرحلة إنها كانت هتتسبب في انقراض الفيلة. وعلشان كده بعض الحكومات تدخلت وعملت محميات طبيعية للفيلة علشان تحافظ عليها. طيب الحكاية دي بقى بتدل على إيه؟ هل اتباع النظرية التوافقية، ولا استنزاف عناصر الغلاف الحيوي، ولا التدخل الإيجابي في النظام البيئي، ولا حسن استخدام الموارد؟ ها فكر كده. الله على كل الناس اللي قالت استنزاف عناصر الغلاف الحيوي، لأن احنا عارفين طبعا يا أولاد إن الغلاف الحيوي ده اللي هو الحيوانات والنباتات. فأنا بقى لما أقتل في الفيلة أنا بكده بستنزف الغلاف الحيوي. الله على كل طالب شاطر جاوب الإجابة دي. طيب تعالى بقى نشوف خامس وآخر نقطة معانا، وهي إدخال كائن حي أو إخراجه من بيئة ما أو القضاء عليه. يعني إيه بقى؟ يعني ببساطة كده يا أولاد وبكل هدوء، إن لكل كائن حي بيئة بيعيش فيها. السمك مثلا بيعيش في البحر، هل ينفع أجيبه أعيشه مثلا في البيت عندنا وأقول له يلا عيش؟ هيموت طبعا، صح كده ولا يا شباب؟ أمثلة بتاعت ناس في ابتدائي اهيت. طيب ركز بقى معايا كده. الإنسان لما بيدخل أو بيخرج كائن معين من بيئته ده بيعتبر إيه؟ اختلال بالتوازن البيئي. برافو. وده يا حبايبي كان بالنسبة لتدخل الإنسان وإخلاله بالنظام البيئي. طيب حلو قوي. تعال بقى نشوف إيه دور جغرافيا التنمية اللي هو أصلا منهجنا. تعالوا بقى نشوف إيه دوره في كل الكلام العظيم اللي فات ده. دور جغرافيا التنمية في إعادة التوازن البيئي. بيقول لك إيه بقى؟ تقوم جغرافيا التنمية برصد التعديات البيئية وأشكال اختلال التوازن البيئي وأسبابه، تمهيدا لوضع خطط وسياسات تنموية شاملة تهدف إلى حماية البيئة ومواردها من التلوث
وإعادة التوازن البيئي، وكمان حفظ حقوق الأجيال القادمة. يعني باختصار كده يا حبايبي بيقولك إن التنمية واخدة بالها جدا من الكوارث والبلاوي اللي الإنسان عاملها، وحاطة الكوارث دي خطط ومشاريع تنموية علشان ترجع البيئة لتوازنها تاني. والكلام ده ممكن نشوفه بقى في 3 صور. رقم 1، إن جغرافيا التنمية تنشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته. طيب وإزاي بقى التنمية ممكن توعي الناس؟ ممكن مثلا يا حبايبي من خلال التلفزيون أو السوشيال ميديا يطلعوا يتكلموا مع الناس ويعرفوهم بأهمية مثلا الحفاظ على البيئة. نعرف الناس مثلا إزاي توفر في المياه والكهرباء، نعرفهم إن الإفراط فيها بيلوث البيئة، وهكذا بقى. بالتالي هيبقى عندي مجتمع واعي. رقم 2 بقى، وضع استراتيجيات لحماية البيئة من التدهور، مثل إنشاء المحميات الطبيعية. يعني مثلا يا حبايبي علماء الجغرافيا ياخدوا بالهم إن في نباتات هتنقرض أو في حيوانات هتنقرض، فيجوا مثلا الدولة ويقترحوا إن احنا نعمل محميات نحافظ فيها على النباتات والحيوانات اللي هتنقرض دي. ومش شرط نعمل محميات للنباتات والحيوانات بس، لا، ده احنا عندنا محميات بنحافظ فيها على ظواهر طبيعية نادرة أو مناظر طبيعية خلابة، زي مثلا محمية راس محمد أو محمية نبأ في جنوب سيناء. فيهم أشكال ومناظر طبيعية خلابة جدا لازم نحافظ عليها بجد. وخد بالك من حاجة كمان بقى، أنا كدولة لما أعمل محميات طبيعية ده يعتبر توعية للناس. فالناس مثلا لما تشوف الدولة عملت محمية طبيعية وحطت فيها حيوان معين، فالناس هتشغل دماغها كده وهتفكر وهتعرف إن الحيوان ده مهم وحيوان ممكن ينقرض، وهتعرف إن أنا لازم أحافظ عليه. وبكده أنا برضو من خلال إنشاء محميات طبيعية عملت توعية للناس. رقم 3 بقى أولاد، إن دور جغرافيا التنمية هو تفعيل نتائج وتوصيات المؤتمرات العالمية للبيئة. يعني مثلا يا حبايبي في مؤتمرات بيعملوها بيبقى الهدف منها هو الحفاظ على البيئة، وخصوصا الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية. زي مثلا مؤتمر كان حصل عندنا في شرم الشيخ اليومين اللي فاتوا دول، اسمه كوب 27، واللي طبعا الهدف منه هو الحفاظ على البيئة، وبالأخص الحفاظ على البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللي بتسبب الاحتباس الحراري. جغرافيا التنمية بقى بتقعد تستنى المؤتمرات دي عشان توعي الناس بنتائجها، وكمان بتسعى ان هي تعمل المؤتمرات دي علشان تحافظ على البيئة من التلوث. طيب حلو قوي. عندنا بقى تعريفين مهمين قوي، تعالى نفهمهم مع بعض علشان تفهم اكتر كل الكلام اللي فاتك ده. التعريف الاول الوعي البيئي، والوعي البيئي هو ادراك افراد المجتمع باهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع او الحد من تدهورها او تلوثها بالتدخل السلبي في النظام البيئي. يعني تاني يا حبايبي ببساطة خالص، الوعي البيئي ده ان انا اتكلم مع الناس واوصل للشعب، اوصل للناس مثلا من خلال التلفزيون او السوشيال ميديا او الطرق المختلفة، اعرفهم المخاطر الموجودة في البيئة، اعرفهم ايه دورك كمواطن في التقليل او منع المشكلات البيئية دي علشان نحافظ على البيئة واستدامتها طبعا. فالناس مثلا لما يبقى عندها وعي ويعرفهم ان الدولة فيها مشكلة في المية، بالتالي هيرشدوا في المية. عرفوا ان الدولة فيها مشكلة في الكهرباء، هيرشدوا في الكهرباء. فلاح مثلا سمع ان الاسمدة الكيماوية غلط على البيئة وعلى التربة، بالتالي مش هيستخدمها وهيستخدم بدل منها الاسمدة العضوية. وبكده فمن خلال ادراك الناس لاهمية الحفاظ على البيئة قدرت احافظ على البيئة واعمل تنمية كمان مستدامة. طيب والتعريف الثاني تدهور البيئة، وهو التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها او خصائصها العامة، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها. يعني بكل بساطة يا حبايبي أي حاجة بتغير من صفات وخصائص البيئة أو بتسبب خلل للتوازن البيئي بنسميها تدهور بيئي، زي ما شفنا طبعا من شوية. طيب تعالى بقى أديك سؤال كده تفكر لي فيه. عبر مؤتمر قمة الأرض عام 1992 عن الخطر البيئي الذي سوف يواجه كوكب الأرض من إزالة الغابات الاستوائية وخاصة في البرازيل. يشير العبارة السابقة إلى أهمية دور نقط هل التنمية الزراعية ولا جغرافيا التنمية ولا التنمية الاقتصادية ولا الجغرافيا الطبيعية. فكر انت بقى في إجابة السؤال وسيب لي إجابته في كومنت تحت الفيديو وهرد عليك. ويلا بينا نكمل الدرس وندخل على الموارد البيئية ونشوف حكايتها. يعني إيه بقى الموارد البيئية؟ الموارد هي ثروات اكتشفها الإنسان وأدرك أهميتها وتمكن من استغلالها. يبقى تاني هركز، الموارد اللي هي مثلا زي المعادن أو مصادر الطاقة أو الحيوانات أو النباتات، كل بقى الموارد دي الإنسان بيكتشفها وبيعرف قيمتها، بالتالي بيستخدمها في المصانع مثلا علشان ينتج منتجات صناعية ويكسب فلوس. طيب حلو أوي.
تعال بقى نشوف تصنيف الموارد دي، وهنلاقي معانا 3 تصنيفات. التصنيف الأول حسب مصدرها، والتصنيف الثاني حسب مدى انتشارها، والثالث حسب التجدد والاستمرار. ونبدأ بالموارد حسب مصدرها، وهنلاقي عندنا هنا موارد مصدرها طبيعي وموارد مصدرها بشري. الموارد الطبيعية هي الموارد التي وجدت دون تدخل الإنسان، فهي هبة من الله، ومن أمثلتها التربة والنبات الطبيعي والحيوان والموارد المائية ومصادر الطاقة والثروات المعدنية وغيرها، وكلها طبعا موارد طبيعية هي ربنا خلقها، الإنسان ما دخلش فيها. أما بقى الموارد البشرية هي كل ما يقوم به الإنسان من أنشطة وما أنتجه من أشكال العمران ومعارف ووسائل تكنولوجيا وما يمتلكه من آلات وأدوات ومنشآت. يعني أي مباني أو أي تكنولوجيا، الكمبيوتر بقى والأقمار الصناعية وكل الآلات والحاجات اللي احنا عارفينها دي موارد الإنسان تدخل في تصنيعها، فبنسميها إيه بقى؟ موارد بشرية. حلو أوي. تاني تصنيف معانا بقى تصنيف الموارد حسب مدى انتشارها، وهنقسم الموارد هنا ل4 أنواع: موارد واسعة الانتشار، وموارد متوسطة الانتشار، وموارد محدودة الانتشار، وموارد محدودة الانتشار جدا. طيب نشوف الأول كده الموارد واسعة الانتشار، يلا بينا. قالك دي موارد توجد في جميع دول العالم ويستطيع الإنسان الحصول عليها دون أي جهد، مثل الهواء وأشعة الشمس. وطبعا أي مكان في الدنيا فيه هواء وفيه شمس، إذا فالهواء والشمس من الموارد واسعة الانتشار. طيب والموارد متوسطة الانتشار قالك إيه بقى؟ تختلف نسبة انتشارها وأهميتها النسبية من منطقة إلى أخرى، مثل التربة الزراعية والغابات والمراعي والثروة السمكية. يعني يا حبايبي موارد ما تلاقيهاش موجودة في أي دولة، لا، دي دول تلاقي فيها الموارد دي ودول تانية لا. يعني مثلا دول تلاقي فيها تربة زراعية، دول تانية ما تلاقيش فيها. زي مثلا عندنا في مصر ما عندناش غابات. يعني مثلا أجي أسألك هنا وأقول لك سين تصنف حشائش البراري في أمريكا الشمالية على إنها موارد نقط. شوف بيقول لك إيه؟ حشائش البراري، حشائش نباتات، يبقى على طول موارد متوسطة الانتشار. تعال بقى نشوف الموارد محدودة الانتشار. قال لك إيه بقى؟ إنها تتمثل في موارد المياه العذبة ومعظم المعادن ومصادر الطاقة مثل البترول والغاز الطبيعي. ودي بقى يا أولاد موارد محدودة الانتشار، يعني تلاقي موجودة في شوية دول كده معروفين في العالم، زي الخليج مثلا معروف إنه مليان بترول. آخر حاجة بقى موارد محدودة الانتشار جدا، حيث يندر وجودها بدرجة كبيرة، فهي تتركز في مناطق محدودة مثل الألماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، والزئبق في أسبانيا، والنيكل في كندا، والنطرات في شيلي. طيب تعال نشوف الكلام ده على خريطة العالم، يلا بينا. هتلاقي عندك اهو دولة الكونغو اهي، دولة جنوب افريقيا، والدولتين دول بقى فيهم الألماس، وعلشان كده الدول دي تلاقي ناس كتير حاطة عينيها عليها وعاوزة تستعمرها علشان طبعا تاخد الألماس اللي عندهم. طيب فين بقى دولة اسبانيا اهي، ودي فيها ايه؟ الزئبق. طيب فين كندا اهي، ودي فيها النيكل. اما شيلي اللي هي دي فيها النطرات. وخد بالك معايا بقى من حاجة مهمة قوي ودايما بيسأل فيها في الامتحان، ايه هي؟ ان العالم جزئين، دول عالم قديم ودول عالم حديث. يعني مثلا قارة اوروبا واسيا وافريقيا دول قارات العالم القديم، اما قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا دول قارات العالم الحديث. يعني مثلا ممكن يجي يسألك، ركز معايا في الاسئلة الحلوة اللي جاية دي: من الموارد الطبيعية محدودة الانتشار جدا وتوجد في بعض دول العالم القديم نقط. هل الزئبق والألماس، ولا النطرات والزئبق، ولا النيكل والنطرات، ولا الألماس والنيكل؟ فكر كده وجاوب عليا. يبقى الإجابة الزئبق والألماس يا جيو، لأن الألماس يوجد في دولة الكونغو ودولة جنوب أفريقيا، ودول دول عالم قديم. وكمان الزئبق يوجد في دولة أسبانيا في قارة أوروبا، وبرضه قارة أوروبا من قارات العالم القديم. حلو جدا، برافو. طيب سؤال تاني اهوت، درب نفسك بقى، سؤال مقالي اهو: فسر تسارع الدول الصناعية للاستحواذ على بعض دول وسط وجنوب أفريقيا. فكر كده. يبقى الإجابة يا جيو بسبب وجود موارد محدودة الانتشار جدا في بعض دول وسط وجنوب أفريقيا، مثل الألماس في جمهورية الكونغو وجنوب أفريقيا. ممتاز جدا جدا. وعشان كده يا أولاد قلت لكم من شوية إن الدول دي في ناس عينيها عليها وعاوزة تستعمرها.
طيب آخر تصنيف معانا للموارد بقى أبطال، تصنيف الموارد حسب التجدد والاستمرار، وتنقسم إلى موارد متجددة وموارد تانية غير متجددة. الموارد المتجددة هي الموارد التي لا تنفد باستهلاكها، حيث تتجدد باستمرار لطبيعتها الخاصة، مثل عناصر الغلاف الجوي والمياه والغطاء النباتي. يعني موارد مش بتخلص مهما نستخدمها. أما الموارد غير المتجددة دي بقى ذات المخزون المحدود والقابلة للنفاد، وتوجد بكميات محدودة، مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي والخامات المعدنية. يعني موارد يا ولاد كل ما باخد منها بتقل لحد ما هتيجي عليها يوم وبتخلص. طيب من كل الكلام الجميل اللي بنقوله ده بقى، مش المفروض كده نفكر ونتدبر في خلق ربنا ونقول سبحان الخالق المبدع، ونعرف كمان ايه هي القيمة النفعية لجغرافيا التنمية في دراسة الموارد بأنواعها، حيث تقوم جغرافيا التنمية بتقييم ومتابعة أساليب استخدام الموارد بأنواعها والحفاظ عليها واستثمارها كمان بشكل يشبه حاجات الشعوب في الحاضر والمستقبل. وبس كده يا سيدي، ادي حكاية اول درس في الوحدة التانية. ناخد بقى سؤال واجب نفكر فيه وتسيبوا لي اجاباته في كومنتات تحت الفيديو. السؤال بيقول ايه بقى؟ تعتمد صناعة السيارات على العديد من الموارد الخام، لكن المادة الخام التي تعد أساس هذه الصناعة تصنف ضمن الموارد نقط. هل الطبيعية متوسطة الانتشار المتجددة، ولا غير المتجددة واسعة الانتشار الطبيعية، ولا الطبيعية محدودة الانتشار غير المتجددة، ولا متوسطة الانتشار الطبيعية غير المتجددة؟ فكر بقى في إجابة السؤال وسيب له إجابته في كومنت تحت الفيديو وهرد عليك بإذن الله. ولو عندك أي استفسار أو سؤال ممكن تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينكها تحت الفيديو. وآخر حاجة كالعادة يا سادة بندعي لكم ربنا ييسر أموركم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم ويفرج همومكم. أشوفكم على خير، سلام.